السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. العيد خلص، كل سنة وانتم طيبين. واحنا عايزين نعمل بقى حاجة حلوة كده ناكلها. الولاد زهقوا من الكحك والبسكوت والبيتي فور، عايزين حاجة تحلي كده والجو جميل كده. فقلنا نعمل ايه النهاردة؟ نعمل حاجة حلوة فوق الوصف ملهاش حل. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نشوف هنعملها ازاي هنسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان عايزه اقول لكم ان مقاديرنا النهارده سهله وبسيطه ومش مكلفه وموجوده في كل بيت. يعني مش هتتكلفي كتير، مش هتجيبي حاجه من بره. مقاديرنا النهارده حاجات يعني خفيفه جدا على القلب وخفيفه جدا على الجيب. ويلا نشوف عملناها ازاي. لو عندك في البيت بكوين بسكوت كده، البسكوت الساده، بسكوت بالشاي، بسكوت اي حاجه، وحتى لو بسكوت بجوز الهند هينفع معانا. انا استخدمت البسكوت اللي هو الساده، بسكوت الشاي دوت. استخدمت 3 بواكي لكل طبق. احنا هنعمل النهارده 3 طبقات، تمام. فانا استخدمت للطبقتين 6 بواكي بسكوت. في كل طبقه خدت 3 بواكي، زي ما احنا شايفين بنرصهم بالطريقه دي. سهله وسريعه وبسيطه، في دقيقه بتكوني خلصتي. بسم الله ما شاء الله. انتي بقى رصي بالطريقه دي، رصي بطريقه عشوائيه جدا عادي، مفيش مشكله. بالطريقة دي او بالطريقة دي كويس، هيمشي معانا. حبة لبن صغيرين كده، وبالفرشة بنمشيهم على البسكوت. انا مش عايزة البسكوت يلين خالص، مش عايزاه يبقى طري كده وطري خالص، لا انا عايزاه معقول. معلقتين لبن بس وهنشرب كده. وبعد ما شربنا اللبن بجيب اي كسرولة عندي، كوبايتين لبن، معلقتين نشا هرميتين، معلقتين دقيق برضو هرميتين، و3 معالق سكر. عايزه تحط فانيليا عادي، مش عايزه تحط فانيليا مش مشكله. انا عن نفسي ما حطيتش فانيليا. وبقلب كل المكونات الجافه دي في اللبن عندي عشان ما يحصلش اي تكتلات. وبنرفعها على نار هاديه، وطول ما هي على النار انت بتقلبي، بنقلب، ما توقفيش تقليب خالص. عندي قطعتين شوكولاته بيضه، قطعتين صغيرين جدا، وبنحطهم ونقلب. وبنرفعها من على النار ونفضل برضو نقلب لحد ما الشوكولاته دي تدوب عندي. بخليها تهدى بس دقيقتين، وبنزل بيها على طبقة البسكوت. ماشي كده، المعلقة بس عليها والاسباتيولا، وبعدين تهزيها عشان تبقى الطبقة كلها مستوى واحد، تمام. وبنرص طبقة البسكوت التانية. احنا اتفقنا ان انا استخدمت 6 بواكي بسكوت. في الطبقة الاولى خدت معايا 3 بواكي، والطبقة التانية 3 بواكي. طبعا باكل بسكوت فيه 20 قطعة، تمام. في بقى اللي طلعت مكسورة وفي اللي كده، فانا ما استخدمتش طبعا المتكسر. يعني يعتبر انا خدت 3 بواكي بسكوت بالظبط. لو البسكوت طلع معاكي سليم فممكن ياخدوا باكوين بسكوت، باكوين وبسكوتين، تمام. فانت هتجيبي 3 بواكي لكل طبق. بنرصهم بطريقة كده عشوائية جدا زي ما انتم شايفين معانا. ومن غير ما احط لبن على البسكوت، بجيب كوبايتين في الكسرولة، كوبايتين لبن، معلقتين نشا برضو المعلقة هرمية، ومعلقتين دقيق، 3 معالق سكر، ومعلقتين كاكاو. وبنقلبهم كويس جدا عشان ما يحصلش اي تكتلات وما بقاش فيه حبيبات كده. الكاكاو طبعا بيبقى فيه حبيبات، واول ما تحط على قد اي ماده سايله بيعمل حبيبات صغيره كده. واللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يحط لايك وشير وسبسكرايب بيوصلكم مني كل جديد. بقلب كويس جدا. في المرحله دي لازم اقلب طبعا اكتر من المرحله اللي قبلها عشان خاطر الكاكاو. وبنرفعها على نار هاديه، طول ما هي على النار برضو بنقلب.
افضل اقلب كويس جدا طبعا. عندي قطعتين شوكولاته غامقه، شوكولاته مطبخ، شوكولاته كورونا، شوكولاته عاديه، اللي انتي عايزاه. حتى لو شوكولاته اللي هي اللي فيها اي محشيات والحاجات دي بتنفع. برفعها على النار وبفضل اقلب وهي سخنه بقى. الطبق دي وهي سخنه، لان انا ما حطيتش لبن على البسكوت، فوهي سخنه بنزل على البسكوت كده برضو بطريقه عشوائيه جدا عادي، مفيش مشكله. بنزل بكل المكونات بتاعتي وبفردها. هتمسكي القالب وتفضلي تقلبي كده، تفضلي تهزيه عشان يفضل ايه، يبقى متساوي. وفي طاسه على النار مكعبين شوكولاته غامقه مع معلقتين لبن مع معلقه زيت. بقلب كل المكونات دي مع بعض على نار هاديه لحد ما تديني القوام ده. برضو طول ما هي على النار انا بقلب، بطفي من على النار مباشره وانزل على البسكوت. انزل قصدي على الطبقه اللي فوق ديت كده. خلاص دي بقت اخر طبقه عندي. حطي بقى ما يحلالك، جوز الهند، حطي فرماسيل، حطي اي حاجه. انا بالنسبه لي حطيت بسكوت اللوتس. وده كان الشكل النهائي. مباشره قطعي، عايزه تستني شويه مثلا 5 دقايق 10 دقايق مفيش اي مشكله، بس وهي لسه سخنه بصراحه بتبقى طعمها يعني جميل جدا. مش شرط ان انت تدخليها التلاجة، مش شرط ان انت تسيبيها على المطبخ شويه. هي كده الولاد بيحبوها بالطعم ده. اما الولاد يطلبوا منك حاجه ما تروحيش تجري على بره وتشتري من المحلات، لا. ليه تشتريها من بره؟ غاليه جدا القطعه من دي حبايبي، معديه مثلا 50 جنيه. ليه اروح اشتريها من بره؟ اي مكونات بسيطه وسهله ورخيصه، غير مكلفه جدا، ما فيهاش اي حاجه وما بتاخدش معايا وقت. يعني على ما لو الولاد بياخدوا الدرس، على ما يخلصوا الدرس هكون انا خلصت الدنيا دي كلها ولقيوا في ايديا يعني في دقيقه حاجات جميله، وياكلوا بألف ألف هنا على قلبك يا جميل. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.